مرحبا لكل متابعين قناتي مطبخ نور. بالبداية قبل ما أبدأ بوصفة اليوم بدي أترحم على كل شهداء سوريا وتركيا اللي استشهدوا بالزلزال، وبتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى والصبر والسلوان لكل الأهالي، وبدعي لهم من كل قلبي الله يكون بعونهم ويصبرن على محنتن. واليوم وصفتي رح تكون فطاير شهية بحشوة الدجاج، ورح أعملهم بعجينة سريعة وما بدها تعب، من دون عجن ومن دون فرن وبألذ طعمة. ومثل العادة لا تنسوني من اللايك والشير وتفعيل زر الاشتراك والجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ للمكونات مع طريقة التحضير. بالنسبة للحشوة عندي 3/4 كيلو صدر دجاج مغسول ومقطع مكعبات صغيرة، 3 معالق كبيرة زيت نباتي، 2 معلقة صغيرة خل أبيض، معلقة كبيرة لبن، معلقة صغيرة معجون البندورة، معلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة زنجبيل مطحون، نص معلقة صغيرة كاري، وربع معلقة صغيرة فلفل أسود، وربع معلقة صغيرة بهار أبيض، ومعلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة. وعندي كمان نص حبة من الفلفل الخضراء والحمراء والبرتقانية، وإذا مو متوفرة كل هاي الألوان فيكن تحطوا لون واحد حسب المتوفر. بتبل الدجاج بالتوابل اللي ذكرتها، البابريكا والكاري والزنجبيل وبودرة الثوم والبهار الأبيض والأسود والملح ومعجون البندورة واللبن. واللبن رح يعطي طراوة أكتر للدجاج. وكمان بضيف الخل الأبيض والزيت النباتي، وبخلط كل هالمكونات مع بعضها كتير منيح. بعد ما تبلت الدجاج بغطيه وبتركه بالبراد أقل شي لمدة ساعتين لحتى يمتص كل التوابل، وإذا تبلناه قبل بليلة بيكون أحسن وبيمتص التوابل أكتر. وبنتقل لمكونات العجينة، عندي 3 كاسات طحين أبيض متعدد الاستعمالات، 4 كاسات مي عادية من الحنفية، معلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح. بضيف الملح والسكر فوق الطحين وبخلطهم شوي مع بعض. بضيف المي تدريجيا فوق الطحين وبحرك لحتى تخلص كل الكمية. وعندي ملاحظة، ممكن تحتاجوا لكمية الطحين أكتر بشوي أو أقل بشوي حسب نوعية الطحين اللي عندكن. وهيك صار الخليط جاهز. بصفي الخليط بالمصفاية لحتى أتخلص من أي تكتلات بهالطريقة. وهيك صارت عجينتي السائلة جاهزة بأسرع وأسهل طريقة. بحط خليط العجين السائل ببريق ليسهل عليه تشكيله، وبحمي مقلاية على النار والأفضل تكون غير لاصقة. وقبل ما أصب الخليط بدهن المقلاية بشوية زيت وبمسحها بالمحرمة لحتى أضمن إنه ما تلتصق العجينة. وبصب شوي من الخليط وبحرك المقلاية ليتوزع على شكل رغيف بهالطريقة. بستنى كم دقيقة لحتى تنشف العجينة، وبس نشفت بقلبها للطرف التاني بهالطريقة. بستنى لتنشف من الطرف التاني وبرجع بقلبها لحتى تاخد شوية لون. وهيك صارت عجينتي جاهزة. بحطها على قطعة قماشة من دون ما أغطيها لحتى ما تعجن، وبكمل باقي العجينة بنفس الطريقة. وبهالفاصل بحب أرحب بكل المشتركين الجداد بقناتي وبقولن نورتوا القناة، ويا ريت تكتبولي من أي بلد عم تتابعوني. واللي عم يشوف القناة لأول مرة بتمنى يشترك ويفعل زر الجرس لحتى تكبر قناتي فيكن. وهيك صارت عجينة الفطاير جاهزة. لاحظوا طراوة العجينة ولونها الذهبي. وهلأ راح أتركن على طرف وأروح أساوي الحشوة. بمقلاية على النار بضيف شوية زيت، حوالي معلقتين أو 3 معالق كبيرة.
بضيف الفليفلة الملونة وبحركها لحتى تدبل. بضيف فوقها رشة ملح لحتى تدبل بوقت أسرع، وبستمر بالتحريك. وبس دبلت الفليفلة بضيف فوقها الفروج وبقلبه على نار عالية بالبداية، وبس استوى الفروج 3/4 استواء بوطي النار وبستنى لتنشف كل السوائل اللي طلعت منه. لاحظوا هيك استوى الفروج بس لسه ما نشفت كل السوائل اللي طلعت منه. بخليه كم دقيقة على نار متوسطة لحتى تنشف السوائل تماما، وبعدها بطفي النار وبترك الحشوة لحتى تبرد. بجيب أرغفة الفطاير اللي عملتها باخد قطعة وبضيف الوسط مايونيز، وفيكن تضيفوا أي صوص تاني بتفضلوه، وبضيف فوق حشوة الدجاج بالوسط. عندي جبنة موزاريلا بضيف شوي فوق الدجاج، وإذا ما هي متوفرة عندكم فيكم ما تضيفوها، بس رح تعطي طعمة أطيب للفطاير. وبسكر من الطرفين بهالطريقة، وبقلبها لتطلع معي الفطيرة بشكل مربع مثل ما لكم شايفين. بحطها بالصحن وبكمل باقي الفطاير بنفس الطريقة. بحمي مقلاية كم دقيقة على النار وبدهنها بشوية زيت، وبحط فيها الفطاير اللي شكلتن وبحطن على الطرف المطوي مشان ما ينفتحوا مثل ما لكم شايفين. وبستنى عليهم كم دقيقة، وبس أخدوا لون بقلبهم للطرف التاني. وبستنى كمان لياخدوا لون من الطرف التاني، وبتكون كمان الجبنة دابت جواتن، وبعدها بشيلن وبيكونوا جاهزين للتقديم. وهي هي الفطاير صارت جاهزة عندي، وراح أفتح وحدة لنشوفها من جوا كيف صارت. لاحظوا كيف العجينة رقيقة والجبنة دايبة جواتها، والحشوة ولا أشهى من هيك. عن جد فطاير طيبة كتير وسهلة. بتمنى تكون وصفتي لليوم نالت إعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير وتفعيل زر الاشتراك والجرس ليصلكم كل جديد. وتحية مني أنا نور، مع السلامة.